مرحب بيكم في اسرار عالم الرخام والجرانيت. ده كوارتز بيسموه كلاكاتا جولد، احنا عاملينه كذا مره قبل كده. عايز اوضح حاجه هنا، ان احنا عاملين محبس ميه والحوض كمان من تحت. الحوض من تحت ده احنا بنعمله بطريقه ممتازه جدا، بحيث ان هو عمره ما يسرب ميه ولا يسقط. انا عامل الحوض ومصوره بعد سنتين عند الحاج عاطف، هعرضه لكم الوقت حته صغيره كده منه. تاني حاجه دي بتبقى اعلى من بتاعه الحوض. مهما تيجي ميه هنا، مواعين هنا فيها ميه، الميه ما تجيش كده، الميه تمشي كده، ما تنزلش من هنا، تنزل على الحوض على طول. استاذ احمد قول لنا ايه رايك بقى في الشغل، بما انك معانا من الصبح خطوه بخطوه. لا الله ينور عليك يا عم خالد، كفايه ادبهم واحترامهم واخلاقهم بامانه وحاجه بسم الله ما شاء الله كده، ربنا يزيده يا رب ومن نجاح لنجاح. استاذ ده المصطفى خالد يعني حاجه بسم الله ما شاء الله عليه. الله ينور عليك يا عم خالد. شكرا يا استاذ احمد والف مبروك. الله يبارك لك يا استاذ خالد. عم عاطف، الحوض ده احنا مركبينه لك الكوارتز ده من كام؟ سنتين ولا سنه ونص؟ لا دخلنا في سنتين اهو. سنتين حاجه زي كده او اقل شويه. او اقل. الحوض ده راكب من تحت، ايه رايك فيه في السنتين لا دول؟ ما شاء الله تسلم ايدك والله. يعني متين، لا ما بيريحش لا ولا خالص يسرب خالص ميه ولا خالص. يقع ولا حاجه، عشان الناس بتخاف من الحوض اللي تحت. لا انت عامله بالامانه، تسلم ايدك باحترافيه كمان، تسلم ايدك. الله يخليك زي يا الفل عم. والله يا عم خالد. لا جميل والله، تحفه ومتركب حلو جدا ومش بيسرب ميه خالص نهائي نهائي نهائي. بقاله قد ايه عندك؟ لا سنتين كمان. سنه ونص او ازيد، بين السنه ونص والسنتين، اقل من هو سنتين داخل وازيد. على السنتين. احنا قربنا على السنتين بالظبط. كده تمام كده. تقريباً. ماشي. لا جميل جميل بجد، مش بيسرب خالص يعني خالص نهائي يعني. تمام. والتقفيل زي الفل يعني، لا ده حق ربنا يعني، تقفيل جميل. لا بجد تسلم ايدك. تسلم ايديك يا شيخ والله، تسلم ايديك.